وطول رمضان هنكون معاكم نفتح الأبواب ونطلع الأسرار مع شهرزاد وشهريار. مولاي شهرزاد، رمضان عليك وعلينا بالخير دايما ينعاد. فتحنا الباب وطلعنا الحكاية اللي دايما نطلعها من ورا كل باب. فتحنا الباب لقيناها واقفة تتنطط وتعفرت وتزعق وتهلل، وولادها وجوزها واقفين حواليها 4 رجالة ما شاء الله، وهي على كلمة واحدة: الجوازة دي لا يمكن تتم أبدا، الجوازة دي على جثتي. رد واحد من ولادها وقال لها: غريبة، طول عمرك تقولنا الجواز بالذات اختيار وقرار، والاختيار والقرار ده بتاعكوا انتوا وانا مش هتدخل فيه. وبدأت الحكاية سرحت وتخيلت اللحظة اللي ابنها دخل فيها وقال لها: أنا اخترت وقررت. صباح الخير يا أمي. صباح النور يا ضنايا. أنا عايزة أقولك على خبر يفرحك انتي نفسك فيه من زمان. قولي يا حبيبي. أنا خلاص قررت أتقدم لوحدة وأطلب إيديها. يا نهار السعد والهنا. طيب يا حبيبي، ربنا يبارك لك ويتم بخير. هتفرحي كمان قوي يا أمي أما تعرفي هي مين. هو أنا أعرفها؟ يعني مش عارف، لكن من مكان بتحبيه قوي. مكان؟ أي مكان؟ المكان يا أمي اللي دايما تقولي عشنا فيه أحلى سنين عمرنا، سكننا القديم، السكن القديم، الشارع القديم اللي كنا عايشين فيه وإحنا صغيرين. كنت دايما تقولي الريحة الحلوة كلها هناك، والصحبة واللمة الحلوة والجيرة الحلوة كلها هناك. فرحتني وشوقتني أكتر. هقولك يا أمي، بس الأول عايز أعرفك عنها شوية حاجات. قولي يا حبيبي. أولا، هم ناس فقيرة وعلى قدهم. يا ابني، الفقر عمره ما كان عيب. العيب هو ادعاء الفقر أو الشحاتة تحت مسمى الفقر. طيب الحمد لله. حاجة كمان يا أمي، والدها ووالدها منفصلين. وإيه يعني؟ ياما ناس محترمين منفصلين عشان ما قدروش يكملوا مع بعض، وياما ناس مهزئين عايشين ومكملين ومبهدلين بعض. مش عيب يا ابني. الحمد لله طمنتيني. مؤهل متوسط يا أمي، مش مؤهل عالي زي. وإيه يعني؟ التعليم مش مقياس. ياما بنات معهاش شهادات خالص بس ستات بيوت وتربوا على الاحترام ويقدروا يصونوا البيت والزوج ويربوا الأولاد. الحمد لله. آخر حاجة بقى، مامتها فاتحة محل صغير على قدهم كده. وإيه يعني؟ مش بيبيعوا فيه كل حاجة حلال وبعيد عن الحرام. الله يطمن قلبك يا أمي. هاي يا ابني شوقتني مين. وأول ما قال لي اسمها وافتكرت أمها رفضت تماما. إلا دي. ليه يا أمي؟ أنا زي ما بقولك كده، إلا دي. ابعد عنها واختار. اختار مين؟ هي دي اللي أنا اخترتها. عرفتها منين؟ جت اشتغلت في الشركة اللي أنا فيها في الإدارة سكرتارية، وأنا أعجبت بيها وعايزة أتقدم لها. لا يا حبيبي، أنا مش موافقة عليها. ليه يا أمي؟ هو أنت تعرفيها؟ لا، أعرف أمها. طيب يا أمي، مالها أمها؟ فقيرة. ما أنت لسه قايلة الفقر مش عيب. منفصلة عن أبوها. ما أنت لسه قايلة إن ده برضو مش عيب. فاتحة محل بتبيع فيه. ما أنت لسه قايلة إن المحل برضو مش عيب. هو أنت في إيه؟ كل حاجة من دول مش عيب، لكن أمها خليتها عيب. إزاي؟ فهميني ووضحيلي. لا، هي كلمة واحدة: الجوازة دي مش لازم تتم، على جثتي. وتلم الأب والإخوات وكل ألح. عرفينا الأسباب. انت نفس الأسباب اللي قلتي إنها لا عيب ولا حرام هي نفس الأسباب اللي انت رافضة ليها. لا، أنا رافضة استغلال الأم للأسباب. يعني إيه؟ أقول لك، احنا كنا في عمارة واحدة والست دي منفصلة عن جوزها، فكانوا كتير بيعطفوا
ويحنوا عليها. في الأدب مؤدبة، في الاحترام محترمة، لكن التصرفات مش عاقلة. ازاي؟ يعني كانت تقف من الشباك وتنادي على حد من ولادها وتحدف له فلوس بسيطة قوي وتقول له هات لنا بجنيه كذا وباتنين جنيه كذا وب3 جنيه كذا على قدنا، فاحنا ما عندناش، البيت فاضي، هات اللي يأكلنا. فالناس تعرف هي البيوت مش أسرار يا ابني، واللقمة دي سر برضه، وإن الواحد يحمد ربه على القليل والكتير. فالناس كانت تعطف وتروح تودي، فتقول لك أنا مش عايزة من حد حاجة، أنا ما بطلبش من حد حاجة. طب تقفي بتقوليها بعلو صوتك ليه؟ مفيش وما عنديش وماليش. في الأول كنا واخدينها يعني تعاطف، بعد كده حسناها وتأكدنا إنه استغلال. الوقت اللي كانت تقول فيه مفيش وما عنديش وبيتي فاضي وجيبي فاضي ومش عايزة حاجة من حد، كانت في لحظة من اللحظات حد من ولادها يحكي إنه أكل ما لذ وطاب جوه البيت. بعد كده بدأت الناس تبعد شوية بشوية، وهي فاتحة محل صغير في نفس العمارة. المحل ده كانت تقعد فيه. الحمد لله ربنا مدينا، بس مدينا المرض ومعناش نجيب علاج، مدينا الكرش الواسع ومعناش نشبعه، وتقلبها صار. واللي واقف يشتري يتعاطف ويدي بزيادة، يا إما يطلع من جيبه وما يشتريش. ما هو برضو ده تسول وشحاتة. وأحيانا كانت تخلي الناس واقفة برضو وتتكلم وتقول الله يبارك لها فلانة بعتت لي وجابت لي وادتني. طب افرضي فلانة دي عاملة الخير ومش عايزة تطلعه ولا تقوله، يعني يا ابني كده قاعدة فاتحة الباب وشايلة السقف وسايبة الدنيا سدح مدام. تعال بقى لما الناس بدأت تفهم وتبعد شوية بشوية، بقت تعمل نفسها عيانة، تقول لك يا دماغي جالي فيها مرض، يا بطني جالي فيها مرض، يا رجلي جالي فيها مرض، وتدعي مرض. وخد بالك انها كانت بتسند على ولادها والدنيا زحمة عشان الناس تشوفها وهي مرضانة وتعبانة، ويتعاطفوا ويدوا ويبعتوا. كان اللي يقول لها الوضع ده غلط تهب فيه وتعديه وتاخده عدو، ما تاخدوش صديق ولا حبيب. مهم حفظت ولادها يقولوا نفس الكلام ويعملوا نفس العمايل. وماما تعبانة ادعوا لماما ربنا يشفيها، والبيت فاضي ادعوا لنا ربنا يرزقنا، وتجيب لقمة مش عايزة اوصفها. لو لقمة بمش هناكلها والباب مقفول علينا ومحدش دريان بينا، انما اللقمة اللي بمش كانت تتغنى بيها وتقعد بيها في المحل وتظهرها للناس. فضلوا معانا لقمة بمش، هنعمل ايه؟ ما هي الظروف صعبة والدنيا غالية ومعناش والبيت فاضي. البنت اللي انت عايز تخطبها دي كانت مطوعة امها في كل حاجة، حتى ما كانت تتكلم مع صحباتها اللي كانوا من سنها وصغيرين لسه واطفال تتكلم بنفس الطريقة. انا ما جبتش معايا سندوتشات عشان ما كانش في حاجة ماما تعملها لي، اصل انا ما جبتش معايا مصروف عشان ماما ما كانش معاها تديني، اصل بابا ما بعتش مصاريف لماما، اصل بابا منفصل عن ماما. بدأ يسمعوا، والناس بعد ما كانت بتساعد بطيب خاطر يا إما بقت بتساعد بإلحاح وإحراج منها، يا إما بعدت خالص عنها لأنها قرفت لأن ناكر نعمة ربه كافر، وربنا ادى نعمة الصحة وادى نعمة الستر، وانتي ناكرة الصحة ورمية الستر. فضح نفسك أول بأول. وزي ما قلت لك أي حد فينا كان بيوعيها أو يقول لها اللي بتعمليه ده غلط كانتش تحترمه أو ممكن تتطاول عليه، وبعد ما كانت مرضانة وصوتها مش قادر يطلع تلاقيها ردحت له
شرشحت له، مبقاش وراها غيره، وتجيب سيرته عند فلانة وتكذب وعند علانة وتكذب. يعني تفتكر أم زي دي هيطلع من تحت إيديها بنت شكلها إيه؟ اتربت إزاي؟ اتربت على إن بيتها يفضل مفتوح للرايح والجاي، عارف اللي فيه، مش سترة بيتها ولا صاينة النعم اللي ربنا اداها لها. عشان كده بقول لك ابعد، لأن الأم هي اللي بتربي، الأم هي اللي بتزرع. لا رافضة الفقر، ولا رافضة الانفصال، ولا رافضة التعليم المتوسط، ولا رافضة شغلها في محل. أنا رافضة الطريقة اللي دماغها ماشية بيها وربت بنتها عليها. البنت دي مش هتكون ستر وغطا زي ما انت عايز. يا أمي فيها يمكن اتغيرت ازاي يا ابني؟ ده تربيتها، صنع ايديها وحياة عينيها. عملوا معايا محاولات كتير ان انا اوافق عليها، لكن انا رافضة تماما. انا ضد ان اتدخل في اختيار وقرار ولادي، لكن الدين اهله واصفر بذات الدين. يعني دي ما صانتش حاجة من دينها، لا شكرت على النعم ولا صانت الستر، وبتفضح. اول ما بتفضح نفسها وبيتها وعيالها. مش هقدر اجازف واطلع احفاد يتربوا بنفس الطريقة. يمكن انا اكون ظالمة للبنت شوية، يمكن اتغيرت شوية، لكن انا بقول اللي شفته بعيني وعشته ومش قادرة انساه ابدا. يا ابني احسن الاختيار قبل ما تاخد القرار. ودي كانت حكاية من حكاياتنا اللي طلعناها من ورا الباب وحكيتها شهرزاد لشهريار لحد ما اديك صاح. الفجر لاح واديك صاح، ومولاي استمع وانبسط ونام وارتاح. خليكوا بكرة معايا واسمعوا تاني حكاية في نفس الميعاد مع شهريار وشهرزاد.